قبلته احنا مش قابلينه. دونك احنا هاو المشكل فين. احنا ناس نحبوا في الحزب تتسير بطريقه ديسنتراليزي، معناها لا مركزيه. في الحزب القياده تحب المركزيه، يعني هذه الحاجه الاولانيه. احنا في الحزب نحبوا الشفافيه والديمقراطيه. التو اللي في الحزب هو لا ديمقراطيه ولا شفافيه. احنا نحبوا المشاركه في صنع القرار. راك تحكي على رئيسنا نتاع المجلس التاسيسي. اي نحكي على رئيسنا، مال ولا شخص، بل ولا مواطن تونسي. واذا كان يرجع هو للثوابت نتاع التكتل مرحبا به، مال ولا الامين العام نتاع الحزب نتاعي. اما اذا كان هو بعد لازم نقول الشيء هذا. احنا قلت لك نحبوا المشاركه في القرار وهو يعمل في الانفراد بالقرار. احنا نحبوا مثلا بطريقه واضحه تجريم التطبيع، مش تجريم التطبيع لانه كلمه تطبيع هي غالطه في حد ذاتها، يعني كأنه عندها عدم انشاء علاقات مع اسرائيل ولا عدم اعتراف بهالدوله هذه اللي اغتصبت اراضينا وقتلت اخواننا هو امر غير طبيعي. هو اقل ما يمكن انسانيا. انا ضد ربط اي نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب المجرم. مش انا كنقول، انا نقول نحن معناها كتيار. هذه حاجه معناها واضحه. وهاني قلت لك انا مع نشاركوا احنا كتيار محلولين على كل التيارات الديمقراطيه الوطنيه اللي تخدم تحت شعار الولاء للوطن والوفاء للثوره. اذا كان توفرت الشيء هذا ما عندناش حتى فرق، كلهم توانسه وكلهم مرحبا بهم وما نشنا في الواحد. فيما يخص الموقف الاخر هو مثلا نقولوا احنا العزل السياسي. احنا موقفنا واضح. هو قلت لك المره اللي فاتت نحكي انا وياك، قلت لك 1% ينجم يقتل الثوره. تتفكر قلت لك 1% تو لا ريفولوسيون. هما كانوا يقولوا عندهم 2 ملايين واش 1% 20,000، يعني 2 ملايين تجمعيين، 2 ملايين منخرط في التجمع. تصور انت خلينا 1% يعني 20,000. اذا كان 20,000 سارق وعندهم الفلوس وعندهم الماكينه نتاع التجمع، يا وقوى حزب في البلاد ويجب يقلب البلاد الكل. انا رايي يلزم نعزلوا الفاعلين في الحزب القديم. ايش معناها الفاعلين؟ رؤساء الشعب وجماعه لجان التنسيق والمناشدين والصحافه الصفراء والحكام المرتشين والاداره المسخه، يعني الفونكسيونير كورومبو هذا، والوزراء نتاع العهد البايد والولايات نتاع والناس اللي نظرت باش ترسخ النظام هذاك، نظام البايد، هذول لازم يتعزلوا. يقول لك عقاب جماعي يا سي عبد الرحمن. احنا خلينا نحينا 2 ملايين واش، نحينا 2 ملايين واش. انا قلت الفاعلين في النظام البايد. توا مثلا تجي تقول انت مثلا ناخذ برهان بسيس بيسكم هو معروف وجبته على الذكر لا للحصر. برهان بسيس ما عندوش ورقه تجمع، يعني كان نمشيو بالواحد هذا هو يمنع. تنجموا تقبلوا انتم برهان بسيس يقعد يسمى فاعل. هو من الجماعه اللي رسخوا للنظام هذاك. مثلا زهير المظفر هو اللي نظر للشيء هذا، ما عندوش بطاقه تجمع. ومنهم الوفات هاكم مش في التجمع دول. انا قلت عزل كل من عمل بصفه فاعله في ترسيخ وتثبيت نظام البايد، نظام الفساد، هذا لازم يتعزل. اما واحد لقى روحه مجبر باش خاطر يخدم فونكسيونير باش ياخذ ورقه الواحد مجبر، كل واحد مجبر هو ديجا ضحيه معناها. هو اللي تو يقعدوا يعانيوا في الوصمه الكبيره نتاع الشيء هذايا. واللي باش يحب يعمل مصالحه وطنيه يلزم يكون عنده صدر رحب ولازم يكون عنده حلم ونقتدوا على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، خلوا مذهب وانتم طلقاء. اي معناها. اما ثم ناس اللي اجرمت واللي جرح مازال. احنا ما قلناش نقصوا الروس ولا ننزعوا المشانق، قلنا نحميوا ثورتنا 5 سنوات على الاقل، هذوما يخليوا الناس الاخرين تتنفس. والسلام عليكم.